لحد كبير جه قال لك انه امبارح صدره كان بيتقطع من الالم، بس الحمد لله بقى كويس. تفتكر فعلا هو بقى امان ولا لسه في حاجه خطر؟ في فيديو النهارده انت الدكتور، فالبس البلطو بتاعك واعمل كوبايه القهوه وتعالى احكي لك حكايه. عم حسن 68 سنه وعنده ضغط. فجاه وهو قاعد في المحل بتاعه بالليل حس بوجع شديد جدا في صدره. فضل ماسك صدره بس شويه والوجع راح لحاله، فكبر دماغه وعاش حياته عادي، ويوم ورا التاني هو ودع. لو انت دكتور وشفت حد حصل له حاجه شبه كده، ما ينفعش تقول انه طالما الوجع راح يبقى الحاله امان. مريض ضغطه في السن ده وجاله وجع بالشده دي، لازم تفكر في حاله بنسميها ايورتيك ديسكشن، ودي بتكون حاجه شبه تمزق في الشريان الاورطي، واول ما بتظهر بوجع شديد جدا. بس المشكله ان الوجع ممكن يروح بس الحاله تفضل مستمره، وبتعمل مضاعفات وبتقلل الدم اللي رايح لكل حته في الجسم. مش بعيد الشخص يموت بسبب المضاعفات دي. فلازم فورا لو حد بالمواصفات دي وجاله الاعراض دي انه يروح يكشف ويقيس الضغط في ايده الاثنين، ولو لقى في فرق في الضغط وارد فعلا يكون عنده الحاله دي، وبيعمل فحوصات تانية كتير تستبعد المرض. وبس كده، دي كانت حكايه جديده من لو انت الدكتور. اعمل فولو والسنه اللي جايه.